هلا والله شباب. طبعا اليوم هون بالنجف قلت شوية اغير لكم، اصور لكم فلوقات مو كلها بس اكل. طبعا اليوم قد ما شفت قبور عبالك العراق كله من الميت هنا بالنجف. للعلم اني ما جاي، يعني هاي اول مرة اجي للنجف. هسه الساعة بالثنتين الظهر، يلا وصلنا وان شاء الله نخلص هسه راح نتوكل للمرقد الامام علي عليه السلام وانتظرونا. طبعا شباب هسه مرقد السيد محمد الصدر راح نزور ان شاء الله، ولو من هناك نطلع على الامام علي عليه السلام. انتظرونا يا ابو وياي حد ما وصل. طبعا شباب هسه من داخل طبعا بالمصلى ما خلونا نتصور هناك بالحر، قالوا ممنوع. شباب طبعا هسه احنا رايحين الامام علي عليه السلام، يمكن صار لنا نص ساعة نمشي، الطرق كلها مسددة جاي يشتغلون بيها وجاي نمشي صار لنا تقريبا نص ساعة، وبعد هواي قدامنا الطريق يعني ما واصلين. شو شباب؟ هسه من نوصل نكمل لكم الفيديو. طبعا شباب وصلنا الامام علي عليه السلام بعد عناء طويل. هاي اول مرة بعمري اطبه، ابد ما جاي اللي جاي، يمكن جاي من كنت صغير بس ما اتذكر يعني زين. شوف شباب خلنا نوصل نتقرب بعد اكثر. طبعا الساعة هسه 3 حدا ما متغدين، تدرون شباب؟ ما شاء الله هنا شباب البرودة فول. ابو حمودي طبعا عرفتم عليه، صديق جيراننا. اللهم صل على محمد. هذا طريق العمارة الرياضة. طبعا زوار ايرانيين اكثر من العراقيين لان هاي فترتهم. بس اوصل داخل الامام واكمل لكم تصوير ان شاء الله. طبعا شباب اخيرا وصلنا، طبيت لي الجو. طبعا شباب طريقنا من ديالى للنجف صار عنده 5 ساعات واحنا اول مرة نجي. طبعا شباب هسه خلصنا زيارة الإمام علي عليه السلام، وأكيد ما ننسى نروح ناكل. هسه إن شاء الله متوجهين للمطعم، خليكم ويانا. شباب هسه طبينا المطعم إن شاء الله بس نتغدى ونرجع نتوكل لأهلنا. خلي يجيبون الأكل وأختم الفيديو وأكم بلقمتين. شباب طبعا صديقي وصل نص
كباب. انا جاي ننتظر وجبه لا لا وجبه مالتنا رئيسيه. خل اذوق وياه ما اخلي واحده خطير. والله كباب ابو حسن اطيب. حتجي وجبتنا. طبعا شباب هسه جت سنيتنا. نختم الفيديو وياكم. كل سنة غاية من شنو. لا تنسون اذا حبيتوا شي فيديوهات كثروا لنا لايكات واشتراكات واكتبوا لنا بالتعليقات حتى اذا هيك تحبون دائما نصور لكم فلوقات اكتبوا لنا بالتعاليق. يلا في طبعا ورا الغداء نختم وياكم بجلاس شاي. لا تنسون لايك واشتراك بالقناة واذا حبيتوا هيك فيديوهات اكتبوا لنا بالتعاليق حتى استمر وياكم بفلوقات حلوة.